تريد نحكي لك على جيفارا؟ وصلت. مخيف هذا الرجل. سنة 1928 انولد جيفارا بقرية بالأرجنتين اسمها بروزاليو، وكان قاعد بمنطقة صغيرة اسمها التاغراسيا. تربى بعائلة مثقفة، يعني بيتهم بيبيد 3000 كتاب، يعني من هو مراهق عنده وعي سياسي عالي، متأثر بماركس وبالفكر الشيوعي. بدت الأحداث من سافر هو وصاحبه ألبرتو جرناتو حول أمريكا الجنوبية. جيفارا كانت وضعيتهم المادية زينة مو فقر، بس هو يحب يخالط الفقراء. رجع للأرجنتين سنة 53، أخذ شهادة الطب العام، راح للمكسيك، التقى بكاسترو زعيم الثورة المكسيكية. جيفارا كيف بكاسترو، اثنيناتهم نفس التفكير ونفس التوجه. بدأوا يخططون الانقلاب على الحكومة. بدت الثورة، نجح الانقلاب، سقطت الحكومة المكسيكية، سووا حكومة جديدة. جيفارا صار المستشار الكاسترو، بعدها كاسترو سوى جيفارا وزير الاقتصاد. فنهيج قال انا مو مال اقعد ورا المكتب، قوم ذب استقالة. جيفارا قال للكاسترو، قال له استاذ انا ما خلقت حتى اقعد ورا الميوز. قال له الا ميردا لالوس كاستانيوس. بدا يسوي ثورات ببقية الدول، هذا يسافر حتى يسوي ثورات، راح لامريكا اللاتينية، راح للكونغو، راح لفلسطين. وجيفارا صار رمز من رموز الثورة بالعالم، بس وجوده بهاي الدولة هو عبارة عن طاقة شبابية مخيفة. كل الحكومات صار بيها رعب من جيفارا، لحد ما صار مطلوب دوليا. سنة 1967 شارك باخر ثورة ببوليفيا. اثناء القتال جيفارا صوب رجله، جاء واحد قتله. طبعا ما حد صدق جيفارا انقتل، حتى الحكومات اصلا من ما قاموا يخافون اكثر، لان جيفارا قال الكتاله، قال له اهدأ وصوب جيدا. فبالنهاية أنت قاتل جيفارا، وأنا سأثور حتى في قبري وأجعلها ثورة من تحت التراب على ميردا لوس كاستانيوس لماركو ترافيكو. إذا طب على اقتباسات جيفارا تحصل لك في 15 ستوري على نسته في مال.